في الدراجي صرحت من قبل بأنك معجب بالتيكي تاكا الإسبانية، ربما أنت واحد من محبي المنتخب الإسباني، هل يستحق الخروج من هذا الدور؟ لا يستحق الخروج، يعني بالنظر لمباراته أمام المغرب يستحق الخروج، ولو أنه الحظ لعب شوية دور كبير جدا لأنه كان مستحوذ وكان مسيطر. المنتخب المغربي يختار أن يبقى في الخلف ويلعب على قدراته، هذا شيء طبيعي لأنه المباريات مثل هذه تلعبها من أجل أن تفوز بها، لا تلعبها من أجل أن تمتع الجماهير. أما بالنسبة لخيارات المدرب فتبقى خيارات، طبعا هو عنده حساباته، عنده أسبابه. احنا من بعيد نقول لماذا راموس، ولكن تصور لو وصل للدور نصف النهائي ولا واحد يتكلم على راموس ولا يتكلم على ديخيا. الخيارات هي هكذا بالنسبة لمدرب. أنا لم أسمعه ماذا قال بعد نهاية المباراة، ولكن أعتقد بأنه لم يكن موفق المنتخب الإسباني في هذا المونديال. جاء الكرة الاستحواذ عليها ثم بناء اللعب من أجل تسجيل الأهداف. هم عندهم القدرة على الاسترجاع، شفت الضغط اللي مارسوه حتى البارح. رودري كان قلب دفاع، كان يلعب قريب في ال 25 متر تاع المنتخب المغربي، يعني متقدم بشكل كبير جدا. صحيح. ولكن انت ما لا تلعب لوحدك، في منافس غلق المنافذ كلها على الجهتين، وغلق ايضا في النص بعدد كافي جدا من اللاعبين. اوكي، نعاود نرجع لك، كان فيه شويه حظ.